عليكم، اهلا بيكم في نشره اخبار رياضيه. معايا مجموعه من الاخبار الرياضيه. عبد الله السعيد خلاص في الزمالك، غالبا هيكون عقده 2.5 سنين، النص اللي احنا فيه ده وسنتين جايين قدام. وفي الطريق للزمالك برضه سيف فاروق جعفر اللي ساب الزمالك وراح لبيراميدز عشان الفلوس، تخلى عن الزمالك فريق اللي هو بيته عشان الفلوس. اداره الزمالك بترجع الوقت وبتجري وراه عشان ترجعه، يقولوا بقى هيرجع الفلوس، هيعمل مش عارف ايه، كل ده كلام في الفاضي. فعلا الاداره لها ناسها. نشوف اداره الاهلي عملت ايه مع رمضان صبحي لما رمضان صبحي باع الاهلي عشان خاطر الفلوس بتاعت بيراميدز. برضه نفس موقف سيف فاروق جعفر، سيف راح لبيراميدز عشان الفلوس، ورمضان صبحي باع الاهلي وراح لبيراميدز عشان الفلوس. رمضان صبحي حافي علشان يرجع الاهلي، يقول لك هقدم اعتذارات، هعمل مش عارف ايه، هعمل ايه، ولا حد معبره انه يرد عليه، ما بيريحوش حتى يقولوا له اي او لا، سايبينه كده مع نفسه وخلاص. انما للاسف اداره الزمالك بترجع سيف فاروق جعفر تاني. طب ما هو بالشكل ده للاسف كل فتره هنلاقي لاعب بيطلع يبيع ويشتري في النادي اللي هو نادي الزمالك. يعني للاسف الشديد زي ما قلت الاداره لها ناسها، وفعلا كده نقدر نقوله بكل ثقه وبكل قلب مطمئن الاهلي فوق الجميع بادارته، مش مجرد شعارات. نروح لبطوله افريقيا. كان في سؤال لبيرسي تاو نجم منتخب جنوب افريقيا وهداف. السؤال ده من الصحافه، سالوه قالوا له انت هتتنقل لاوروبا في الانتقالات الشتويه الحاليه ولا هتستنى للصيف؟ فرد عليهم قال لهم انا عقدي ممتد مع النادي الاهلي، وانا بحترم عقدي وبحترم النادي وبحترم جمهوره وبحترم مدربي وزملائي، مستقبلي في النادي الاهلي. شوف الواحد لما يسمع كلام واحد زي ده ويشوف رمضان صبحي كان رايح بيراميدز عشان الطموح. حققت طموحك يا رمضان صبحي. على فكره انا مش ضد الاحتراف وما عنديش حاجه اسمها ابن النادي، انا لا اعترف بشيء اسمه ابن النادي. احنا في عصر احتراف. موضوع ابن النادي والفانيلا والكلام ده كان قبل كتير، قبل سنين طويله قوي. احنا دلوقتي في عصر احتراف. العب النهارده مع فريق الف، بكره العب مع فريق ب، بعده العب مع فريق ج، بعده العب مع فريق د. النهارده بلعب في قاره اوروبا، بكره العب في قاره اسيا، بعده العب في افريقيا، بعده العب في امريكا الجنوبيه او الشماليه. ده احنا في عصر احتراف، مفيش حاجه اسمها انتماء وابن النادي والكلام الفاضي ده كله. بس انا بتكلم على فرق العقليه بين بيرسي تاو وبين رمضان صبحي. بيرسي تاو شايف ان مستقبله كله مع الاهلي، انما للاسف الشديد رمضان صبحي كان شايف ان طموحه مع بيراميدز. للاسف الشديد ضيع نفسه. بمناسبه البطولات، الزمالك في اخر 5 ماتشات اتهزم في 3 وتعادل في 2 ومفيش فوز خالص. قصدي مفيش فوز في وقت المباراه، يعني حتى مباراته مع الرجاء المغربي انتهت بالتعادل في الوقت الاصلي والوقت الاضافي، وانتصاره ده وفوزه يعني كان في ضربات الجزاء. من سوء حظ الزمالك برضه ان لما بيلعب في بطوله يطلع له الاهلي. اول ليله هيلعب مع الاهلي السعودي النهائي الدوره الوديه اللي مقامه في دبي. عارفين الامارات حصل فيها بطولتين او دورتين وديتين، كل دوره فيها 4 فرق. الزمالك للاسف شديد في الدوره الاولى طلع الرابع من 4 فرق، يتهزم الماتشين بتوعه. الليله هو النهائي بتاع الدوره الثانيه اللي هي برضه 4 فرق. الزمالك ما شاء الله ربنا نفخ في صورته وانتصر في المباراه الاولى ووصل للنهائي. هيلاعب مين في النهائي؟ هيلاعب الاهلي السعودي. اظن بكل تاكيد انه هيتهزم الليله لان اللي بيلاعبه اسمه الاهلي، هيبقى نازل مرعوب اصلا من اسم الاهلي للاسف الشديد. نرجع تاني لبطوله افريقيا. في مؤسسه عالميه انجليزيه اسمها اوبتا دي متخصصه في الاحصاءات الرياضيه، وهي دايما مهتمه بالاحصائيات الرياضيه العالميه للكره الاوروبيه والعالميه، انما ما بتهتمش اطلاقا نهائيا لا بالكره الافريقيه ولا الاسيويه. اول مره تهتم بكاس افريقيا الشهر اللي احنا فيه ده اللي هو 1 سنه 2024، وقالت في تقرير لها ان اكتر لاعبين اثروا مع فرقهم في ان هم يكونوا لهم هجمات مؤثره وخطيره كان الاولاني هو اشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، والثاني امام عاشور لاعب المنتخب المصري. اشرف حكيمي اثر مع المنتخب المغربي ب 20 هجمه خطيره ومؤثره، امام عاشور اثر مع المنتخب المصري ب 18 هجمه مؤثره وخطيره. ما ننساش حاجه ان اشرف حكيمي لاعب اكتر من امام عاشور تقريبا مباراه كامله 80 دقيقه، لان ما شاء الله مدربنا الهمام كان راكن امام عاشور في اول مباراه، قعدوا احتياطي نزلوا قبل نهايه المباراه تقريبا ب 10 دقائق. وفي نفس البطوله اللي هي بطوله افريقيا المقامه حاليا سنه 2024 الليله مباراه مصر والكونغو، الفرقتين زي بعض تمام، الاثنين كل واحد فيهم لعب 3 مباريات في دور المجموعات، الاثنين اتعادلوا ال3 مباريات بتوعهم، كل فريق عنده 3 نقط من 3 تعادلات، الفرقتين اللي بيجيبوه بياخدوه. يعني المنتخب المصري جاب 6 جوال 3 مباريات، كل ماتش بيجيب جونين، جاب 6 جوال وخد برضه 6 جوال زيهم. الكونغو جابت هدف واحد وخدت هدف واحد، لان الكونغو اتعادلت في مباراه 1-1 والمباراتين التانيين اتعادلت فيهم 0-0. لو حصل الليله ومفيش فرقه فيهم هزمت في الوقت الاصلي المباراه او الوقت الاضافي وراحوا لضربات الجزاء، هتكون اول مره في تاريخ البطوله الافريقيه ان فريق يوصل لدور الثمانيه من غير ما يهزم ولا مباراه في الوقت الاصلي للماتش. في النهايه هقول لك ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم.